صلوا على النبي. سلام اصدقائي، معكم يحيى من قناه كوماندو، ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي مو مشترك بالقناه يشترك ويفعل زر الجرس ويحط لايك هذا الفيديو عشان يوصل اكبر عدد من اللايكات. اوكي يا جماعه، هذا الفيديو مختلف عن الفيديوهات اللي بعملها مثل ردات الفعل ما ردات فعل. اوكي يا جماعه، هذا الفيديو شوي هيك فيه حزن وما حزن. عن جد يا جماعه هذا الفيديو ما كنت اصوره، بس انجبرت اطلع واصوره من عزم الرسائل اللي صارت تجيني على الانستغرام. يحيى انت ليش ما عم تحكي؟ يحيى انت ليش ما تطلع فيديو تحكي على انصاري انه قنواته تهكرت؟ عن جد يا جماعه فيديو صادم. ما بعرف عن جد هذا الزلمه يعني ما بيستاهل الشيء اللي صار معه انصاري يا جماعه. اقسم بالله انسان كتير يعني كتير منيح، كتير كويس، بحب يساعد الناس. انه ليش هيك صار معه ما بعرف. جد يا جماعه ليش هيك صار مع انصاري ما بعرف. مثل ما بتعرفوا انصاري قناته الكبيره اللي فيها مليونين متابع اتهكرت. واحد اجنبي انجليزي ما ايش جنسيته هكر له القناه وفتح عليها بث مباشر. يعني هكر له القناه من هون وحذف له الفيديوهات وفتح عليها بث مباشر. حسبنا الله ونعم الوكيل يا جماعه. في هيك كثير ناس حقودين قلبهم اسود. انه هذا جدل انساني، انه ما بيستاهل الشيء اللي صار معه. عن جد انصاري يا جماعه اقسم بالله انسان كثير محترم، انسان ما بيستاهل الا كل خير. اقسم بالله يا جماعه ما بيستاهل الا كل خير. ليش هيك صار معه والله ما بعرف. وان شاء الله هو بحاول هلا يشتغل هذا الشيء وراح يرجع القناه. بس حبيت اطلع واحكي بهذا الفيديو انه انصاري مو ساكت هذا الشيء. انصاري بده يطلع ويرجع القناه. بقرب وقت القناه راح ترجع. انه هلا هذا الانسان انصاري انه هلا نقطع رزقه، مصدر رزقه نقطع. يعني كان مصدر رزقه من وراء اليوتيوب، يعني عم يشتغل على اليوتيوب، هلا مصدر رزقه انقطع. حسبنا الله ونعم الوكيل يا جماعه. عن جد كحي الله انسان حط حاله بهذا الموقف انه عم يرزق من هالشيء، عم يرزق يعني عففت له مدخول كويس، فجاه بيوم وليله ينقطع الرزق اللي عم يدخل من وراه. يعني مصدر الرزق، المصدر عم بفوت منه نقطع. جد يا جماعه عن جد شيء صادم وشيء حزين وشيء بزعل. لانه مثل ما قلت لكم انصاري ما بيستاهل الا كل خير. وهذا الابن الايش اللي هكر له اياها. بس انصاري ما راح مو ساكت على الشيء. انصاري راح يرجع القناه، راح يرجع القناه. انا كنت بارك عبالي بيك التليفون وما جاني اشعار مغير الاسم. جاني اشعار انه فتح شخص بس مباشر، وهنا الشخص انا ماني مشترك بقناته. يعني شلون جاني انه اشعار هذا الشخص فتح بس مباشر وانا ماني مشترك بقناته؟ دخلت هيك ما بعرف، يعني شفت قناه غريبه واسم غير. طلعت هيك انا ما اخذت شيء بالشيء. طلعت فتحت الانستغرام، يحيى روح شوف قناه انصاري تهكرت، يحيى روح شوف قناه انصاري تهكرت، يحيى ما انا ما استوعبت. يعني عم بشوف الرسائل وما مستوعب شيء طاول يا جماعه اقسم بالله. عم بشوف الرسائل انه جد انه قناه انصاري تهكرت. بحثت شوف هاي الصوره يا جماعه، شوف هاي الصوره. هذا الشخص اللي هكر القناه وكان فاتح عليها بس مباشر. يعني عن جد تواصلت مع انصاري وقال لي انصاري انا ما كنت اصور الفيديو. قال لي انصاري لا تصور الفيديو عشان العالم ما تعرف. ما بده العالم تعرف انه قناته تهكرت، لانه هو بده يرجعها. يعني هو بده يرجع، يعني مو ساكت هذا الشيء. ولحد الان الانصار عم بيشتغل هذا الشيء عشان يرجع القناه. وباذن الله راح ترجع. كلياتنا خلينا ندعي له دعوه الغريب مستجابه. ندعي له انه ان شاء الله القناه ترجع، لانه هذا مصدر رزقه راح وتعب وسنين وايام وليالي. يعني كان يسهر كثير على القناه وتعب كثير عليها يا جماعه. هيك بليل بنهار وليله تروح. يعني عن جد اذا واحد فتح قناه فيها 1000 مشترك فات نهار ما لو تم هيك مصدوم مزعوج. 1000 مشترك بقى ما بالك مليون مشترك وتعب عليها سنين وايام. حسبنا الله ونعم الوكيل يا جماعه. عن جد فيديو ما بعرف شو بدي احكي. ما خرج اوصف هذا الشيء، ما خرج اعبر هذا الشيء بالكلام، ما بعرف يا جماعه. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلينا كلياتنا ندعي له انصاري انه ترجع القناه بقرب وقت. وهو انصاري بقول لكم انصاري مو ساكت هذا الشيء، بده ترجع القناه راح ترجع القناه. والعالم عم تقول قنوات انصاري كلها تهكرت. لا يا جماعه قنوات انصاري مو كلها تهكرت. يعني بلا تفاولوا كل هالشيء. قنوات انصاري ما كلها تهكرت بس قناه الكبيره اللي فيها مليونين. وقنوات الصغار يعني الحمد لله لساتهم يعني شغالين ما تهكروا ولا شيء. بس قناه الكبيره اللي تهكرت. يعني ما بعرف، في ناس تقول والله قنوات انصاري تهكرت كلها. لا يا جماعه قناه واحده تهكرت. لهيك يا جماعه بس حبيت اطلع واحكي هذا الفيديو واشرح للناس انه في عالم اكيد يستاهل العالم موصل الخبر انه قناه انصاري تهكرت. ما بعرف. حسبنا الله ونعم الوكيل يا جماعه. خلينا كلنا ندعي له لانه دعوه الغريب مستجابه. جد يا جماعه اقسم بالله الفيديو ما بعرف ما كنت بدي اصوره. ما احب هيك اطلع واحكي على صاحبي انه قناته تهكرت ما بعرف ايش شو. جد يعني شيء محزن وشيء. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس ان شاء الله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ان شاء الله راح ترجع. وانصاري مو ساكت على الشيء. يعني انصاري ولا بقول انه خالد نعيمي اللي هكر. لا خالد نعيمي ما بيطلع بايده. خالد نعيمي ما بيطلع ولا 1% بايده انه يهكر قناه انصاري. واحد اجنبي هكر وما هكر القناه. بس راح ترجع باذن الله بقرب وقت راح ترجع.
وكجماعه لهونكم خلص الفيديو، بس حبيت اطلع احكي هالكم كلمه لانه الانستغرام عندي ما شاء الله. احبكم يا جماعه، كان معكم يحيى، وادعوا له لانصاري انه ترجع القناه لانه دعوه الغريب مستجابه. برجع بذكركم احبكم كما كان يحيى، زمان مشترك بالقناه يشترك وفعل زر الجرس وحط لايك على الفيديو ريدي، والسلام عليكم.